في ظلال التاريخ القبطي العريق، وتحديدا في عام 106 ميلادي، برز اسم القديس بريموس كمنارة للروحانية في الإسكندرية. لم تكن بدايته عادية، بل كانت جذوره ضاربة في عمق الكنيسة الناشئة. هو الثمرة المباركة التي رعاها القديس مرقس الرسول بنفسه، حيث نال سر المعمودية على يديه الطاهرتين. لحظة مهيبة. كاروز مصر يرسم بريموس كاهنا لحمل شعلة الإيمان. لقد تشرب بري. موسى تعاليم الإنجيل مباشرة من منبعها، فكبر قلبه محبا للمسيح، وعقله مستنيرا بحكمة الرسل، مستعدا لحمل الأمانة الثقيلة التي ستوضع على عاتقه لاحقا كخامس بطريرك على الكرسي المراقصي. في 16 من يونيو اعتلى بريموس السدة المرقسية ليبدأ عهدا استمر 12 عاما من الصفاء الروحي. تميزت أيامه بالزهد الشديد، فكان يبتعد عن مباهج الدنيا الزائلة، مكرسا كل دقيقة من وقته للصلوات المرفوعة والأعمال الصالحة التي تخدم الفقراء. وتحت حكم الإمبراطورين تريان وهادريان، شهدت الكنيسة حالة نادرة من الاستقرار والهدوء، حيث استغل القديس هذا السلام لتثبيت دعائم الإيمان وتنظيم شؤون الرعية بدقة ومحبة. فكان راعيا صالحا يحمي قطيعه بصلواته الدائمة. وفي 9 من أغسطس عام 118 أسلم القديس بريموس روحه الطاهرة بسلام، تاركا إرثا من القداسة لا يمحى. واليوم تكرم الكنيسة القبطية ذكراه في 3 من شهر مسرى، تخليدا لمسيرة بدأت ببركة مار ماركس وانتهت في أحضان الملكوت.